الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. وبعد عامين غدا فطينا، جاءت به مرضعه سليما. حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. وبعد 6 مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه 12. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا لأمنا خديجة متجرا. وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها. وولده منها خلب رهيما، فالأول القاسم حاز التكريما. وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة. والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول. وسورة اقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي 2 ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة.